قولها تفضل. طبعا الحلاق. نعم. طبعا انا عرفت اللحيه حرام طبعا منعتها. كل الناس بتجي مثلا بيشحن من السلف الفلاني نفس غيرها يقول لك معانا عم خالد عم محمد بدايه عم في ناس كتير بتعملها مش حكيتهم فانت تطلع منها تتفرج كل ده مش هتتفرج. نعم. يعني سنه رسول الله ولا قال لك المحصله الوحيده اللي مستمره بتحارب اللحيه. ففي ناس بيتكلم عن ذلك فعايز اعتبرك يعني اعرف الصح. تقول الشيخ ابن باز ربنا يفتح عليك. طيب ربنا يكرمك. طب صلي على النبي. انا هسأل سؤالا. من هو الحجة على دين الله؟ اسمك ايه؟ ابو بكر. من الحجة على الدين يا اخي ابو بكر؟ من الحجة على الدين؟ صلى الله عليه وسلم. الله. طيب يبقى إمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وهدينا محمد رسول الله. طيب تصور لما أقول لك تشبه بفلان من الصالحين فما ظنك بإمام الصالحين سيد النبيين؟ تشبه بالرجال فلاح، فكيف وأنت لا تتشبه فحسب بل تقتدي وتتشبه بالهدي والسمت والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما فيش بشر حجة على دين الله ولو كانت عمامته على رأسي بصحن هذا المسجد. أنا باخذ أي كلام من أي بشر وأعرضه على القرآن والسنة، إن وافق القرآن والسنة على عيني وعلى رأسي، إن خالف القرآن والسنة فأنا ألقي به عرض الحائط ما يلزمش ولا له عندي أي قيمة ولا أي كرامة لأنه بيصطدم مع قال الله قال الرسول. طب جميل. سيدنا النبي ما تستنى بقى عليه شوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حليقا ولا كان صاحب لحية؟ الله. كان صاحب لحية. كانت لحيته ما شاء الله جميلة كده، بل كان حتى كانوا بيعرفوه من القراءة في الصلاة السرية باضطراب لحيته، كان يتحرك كده وراء عليه الصلاة والسلام. فلحية النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ومش معنى كلمة سنة يقول لك أصلا ده سنة يعني مش مشكلة، مش عاوز أقول كلمة ثانية يعني خبيثة. لا، اللحية يا جماعة دليلها قولي يرتقي إلى حد الوجوب، ودليلها فعلي، ودليلها تقريري، وما فيش قسم رابع للسنة. قولية فعلية تقريرية. السنة القولية قال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كل دي أوامر. الأمر عند علماء الأصول للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أدي لك مثال آخر. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، فعل أمر أو وجوب. طب استنى أصبر. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. كلمة لمن شاء دي تسمى قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، يعني صليت أو ما صليتش لا حرج عليه. طب جميل. طب اللحية لا أبدا، فيش أي قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. أعف، وفروا، أرق إلى آخره. طب جميل. يبقى الدليل القولي بيرتقي إلى حد الوجوب. كلام واضح أهو. اللي عاوز يكلمك كله هات لي دليل، هات لي كلام دليل من القرآن، دليل من السنة. إنما أنا أرى ورأيت والمنهج الأراءات ده والأرادات ده ما ينفعش في دين الله. دليل من القرآن، دليل من السنة على راسي. شوف يا ابن الرسالة دي ايه؟ استنى اصبر علي انا خلصت. طيب الدليل يبقى الدليل قولي وجوب معنا يا اخو بكر. الدليل الفعلي فعله صلى الله عليه وسلم اطلق الحبيب لحيته. جميل. طيب الدليل الثالث الدليل التقريري. روى أبو داود في سننه بسند حسن أن رجلين أو رسولين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطلق الشوارب وحلق اللحى. بالنسبة لحلق الشارب بالمرة
النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري النبي قال وأحفوا الشوارب، وقال وجزوا الشوارب. الإحفاء في اللغة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، فهم ابن عمر الإحفاء على أنه الإزالة، فكان ابن عمر كما في صحيح البخاري يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده، وهكذا كان يفعل الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ومن أهل علم من فسر الجز بالاستئصال هكذا، والقص أن تترك الشارب على حالته وتأخذ ما زاد من الشفة العليا حتى لا ينزل على الشفة ولا نقع في التشبه لليهود. فهذا الذي أنا عليه أيضا من السنة، لأن بعض الإخوة تصور أن هذا مخالف، حاشا لله أن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لي الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء الرجلان وقد أطلق الشارب وحلق اللحى فأعرض النبي عنهما حتى هم بأمر سوء، فقال النبي لهما من أمركما بهذا؟ قال ربنا كسرى، فقبض النبي على لحيته وقال وبهذا أمرني ربي عز وجل. طيب ده بالنسبة لحكم اللحية. أما بالنسبة لحكمك أنت كحالق فأنت تأثم إن حلقت، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القضية الثالثة المتعلقة بالفتوى أن أمر الرزق بيد الله سبحانه، والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأسأل الله أن يعينك أنت على نفسك لتفعل ذلك لله، مش عشان يتقال في البلد الأخ أبو بكر لا يحلق اللحى لأنه متبع، لا، عاوزة تبقى لله، ودي عاوزة جهاد على النفس وعاوزة تجديد للتوبة. وأسأل الله عز وجل أن يغنيك وأن يرزقك الرزق الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه.